ده الحي اللاتيني هنا، وده من اكتر الاحياء اللي حيويه قوي هنا. كل اللي عايشين فيه يعتبروا من امريكا اللاتينيه، مكسيك، اكوادور، كولومبيا، نيكاراجوا. بس اللي بيعجبني في الشارع ده بصراحه انه حيوي، ما بينامش، والغريب ان هو امان. فهو تقريبا بيفكرني بشبرا قوي. طبعا في مشردين على طول، يعني كل حته فيها مشردين. بس بص الشارع كله ناس، كلهم بيبيعوا حاجات، ومطاعم كتير قوي. وطبعا الاكل اللاتيني عظيم. في هنا مطعم هبقى اخدكم فيه في يوم يعني اوريه لكم. المطعم ده مطعم مكسيكي بيعمل تاكوس وكاسادياز وكده، بس كلها حلال. واصحاب المطعم مش مسلمين، فانا سالتهم انتوا ليه يعني بتطبخوا حلال مع انكم مش مسلمين؟ اكتشفت ان ايه اللي ساعدهم انهم يفتحوا المطعم ده كان شخص لبناني مسلم، فهم قرروا ان هم يخلوا الاكل كله حلال بسبب الراجل ده. هنا عشان احتفالات الكريسماس، هنا هتسمع اسباني اكتر ما تسمع انجليزي. اللي انا كنت عايز اقوله ان كل مدينه وكل بلد وليها ريحه. يعني مثلا هونج كونج وكوريا، لما كنت هناك ريحه المدينه تحس ان هي مديه على السمك شويه. هنا في سان فرانسيسكو ريحه الشوارع مخدرات ريحتها حشيش. بلد كلها، المدينه كلها ريحتها ويد او حشيش كلها. عالم هنا متكيفه قوي لان هو هنا قانوني. ف فالناس كلها هنا طول ما انت ماشي، انا مش عارف بقى يعني حرام ولا ايه. انا ما بشربوش، بس انت الريحه داخله في مناخيرك في كل حته يعني. سبحان الله يعني. بس الريحه هنا في سان فرانسيسكو كلها حشيش. بس الناس فاكره ان انا بصور بالليل. على فكره دلوقتي الساعه 5:30 تقريبا، فالدنيا هنا بتليل كده. الغروب الساعه 4:55 دقيقه. المحلات هنا قديمه جدا. سمك بيقول لك سمك